هو ده الاداء الصح. اوعدك ان انت بعد التمرينه دي حرفيا جسمك هيتغير 180 درجه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ودايما متجمعين في فيديو جديد. والنهارده جاي لكم تمرينه جامده جدا، تمرين البول. لو ما شفتش تمرينه البوش خش شوفها دلوقتي. بس الاول اتاكد انك عامل لايك للفيديو ده ومشترك في القناه وكمل الفيديو ده لحد الاخر، عشان حرفيا في الاخر هقول لك معلومه مهمه جدا، فكمل لحد الاخر عشان تعرف ايه هي. بس الاول اتاكد انك عامل لايك للفيديو ده ومشترك في القناه، ويلا بينا نبدا. وزي ما متعودين قبل اي تمرين ان احنا بنعمل برنامج ستريتش، فيلا بينا نسخن. كده ده هيجزم التمرين. لازم تسخن كويس عشان ما تتصابش وتعرف تكمل التمرين اصلا. وهنبدا دلوقتي اول تمرين في تمرينه البول، وهو هنلعب هنا ده البول داون. الجهاز ده موجود في اي جيم، وانا دايما بختار التمارين اللي موجوده في كل الجيمات. يعني مش هجيب لك تمرينه من كوكب زحل، لا، كل التمارين كلنا هنعرف نعملها ايا كنت انت في اي جيم. فيلا بينا. عايزك تلعب الاداء ده. وده كان اول شكل معانا. هنلعب الشكل ده 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عده زي ما احنا متعودين. ويلا بينا دلوقتي نخش على الشكل الثاني في تمرينه البول، وهو ان احنا هنلعب على التي بار. وده معانا تاني شكل في تمرينه البول النهارده. لعب بالاداء ده. حاول على قد ما تقدر ان انت تتحكم في الوزن وانت نازل، وتنزل على قد ما تقدر بالراحه. وده كان تاني شكل معانا في تمرينة البول. الشكل ده كويس جدا، بس العبه بالاداء الصح. ويلا بينا نشوف الشكل رقم 3. واكيد انتوا عارفين طبعا ان احنا في تمرينة البول ان احنا نلعب ظهر كتف خلفي وترابيس وباي. فدلوقتي هنلعب تمرينة الباي معانا، وهو الشكل ده، وهنلعب بالاداء ده. ما تتمرجحش وتحكم في الوزن وهو نازل. ولو ما عملتش لايك للفيديو ده لحد دلوقتي ولا مشترك في القناه، فانت حرفيا فايتك كتير قوي. فانزل دلوقتي اتاكد انك عامل لايك ومشترك في القناه. والشكل ده هنلعبه 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عده زي ما احنا متعودين. ويلا بينا نخش الشكل رقم 4 في تمرينة النهارده، وهو هيكون للكتف الخلفي. كده معانا الشكل رقم 4، هو التمرين ده للكتف الخلفي. هتلعب بالاداء. الشكل ده هنلعبه من 8 ل 12 عده 3 مجاميع. بس يلا بينا دلوقتي نلعب تمرينة او الشكل بتاع الترابيس، فيلا بينا. وهتلعب بالاداء ده.
والشكل ده هتلعبه من 8 ل 12 عده 3 مجاميع زي ما انتم متعودين. ويلا بينا دلوقتي نلعب بالشكل الاخير في تمرينة النهارده، وهو التمرين ده هيكون للور باك قطنيه. ويلا بينا اقول لك عشان التمرين ده هو اللي فيه النصيحه المهمه. الناس دايما بتلعب التمرين ده غلط لان بيبقى فكرها اللي هي بتستهدف القطنيه، بس هي بتستهدف عضلات تانية. اول حاجه الترابيزه هتظبطها هتكون فوق مستوى الحوض اهو. تاني حاجه انت الحركه بتاعتك مش جايه من الحوض كده، لا، الحركه بتاعتك جايه من العمود الفقري. هتعمل قرش بسيط وتنزل وتوصل لحد الاستقامة جسمك، ما تطلعش كده ولا ترجع، هو لحد كده تمام. فالأداء الصح هو كده. فهو ده الاداء الصح. اوعدك ان انت بعد التمرينه دي حرفيا جسمك هيتغير 180 درجه، بس لو لعبت بالاداء ده. ودي معانا كانت تمرينه البول. انزل دلوقتي قول لي في الكومنتات رايك في الفيديو ده. لو انت لسه بدات الجيم ومحتاج مدرب يعمل لك نظام تدريبي مخصص ليك كأن حرفيا واقف معاك في الجيم، ونظام غذائي على حسب الاكل اللي انت بتحبه عشان دايت مش حرمان وتقدر تكمل عليه ما تزهقش، ونظام مكملات طبعا، ده غير ده كله اللي انا هرد عليك بنفسي. وطبعا ان شاء الله هيكون ليك جايزه لو التزمت بالدايت والتمرين. فخش دلوقتي ابعت لي اونلاين كوتشنج على الرقم اللي ظاهر قدامك ده، ويلا بينا يا بطل نبدا رحله تغيير جديده. فما تنساش تبعت لي. وبس كده، لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على قناتكم المفضله كده كده تاج. سلام.